ألف ألف مبروك يا أخ حمد على هالترقية ما شاء الله. وهذا قرار الترقية لوظيفتك الجديدة. الله يسلمك، الحمد لله. يعني بعد معاناة 9 سنين جت هالترقية، يا ربي لك الحمد والشكر. أنت قريت القرار طال عمرك؟ اي نعم قريته ما شاء الله، أخيرا ما شاء الله ترقيت. اي بس طال عمرك هذا قرار ترقية مع نقلي من الرياض إلى المديرية في محافظة طير شلوى طال عمرك. عادي، ليه وانت كنت تتوقع ان ترقيتك تكون في الرياض؟ يا طويل العمر يا طويل العمر، أنا انتظرت كل هالسنين علشان الترقية يتحسن وضعي المادي، يتحسن وضعي الوظيفي، ولا أنتم تبون تنقلوني عشان أتمرمط؟ والله أنت في الخيار، إذا تبي الترقية فأنت تروح تباشر بطير الشلوى، وإذا ما تبغاها انتظر 10 سنين ثانية يمكن تجيك ترقية في الرياض. وبعدين لا تنسى إذا باشرت بطير شلوى راح يصرف لك بدل ترحيل. فين الموظفين اللي هنا؟ الموظفين بعد يجون بعد نص ساعة إن شاء الله. ما شاء الله. الأخ عربي؟ لا أنا هندي. ما شاء الله، لا إله إلا الله. يعني تتكلم عربي ما شاء الله مثلنا؟ لا، عشان الشباب يتكلمون عربي كويس أنا تعلمت كويس. أقول السلام عليكم. وعليكم السلام. خير أخوي؟ الأخ هندي. نعم. أقول الأخ هندي. ايش تبي انت؟ من انت؟ وش تبي؟ لا بس أنا جاي هنا كنت أسألته عن ما قالوا لك إن الفنادق والشقق المفروشة في آخر الشارع؟ لا طال عمرك، بس أنا أسأل عن الموظفين، صار لي شوي نص ساعة وأسأل عن الموظفين. وش تبي فيهم؟ وش تبي فيهم؟ وش عليك منهم؟ شلون شريك منهم؟ أنت وش تبي؟ وش تبي؟ وش تبي؟ أنا بالمدير يا طال عمر، صار لي ساعة. أنا المدير الله يصلحك، أنا المدير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. هذا لك لحالك؟ ما شاء الله، لا إله إلا الله. الله يهديك. خير ما قلنا لك الشقق والفنادق في آخر الشارع؟ يا طويل العمر أنا ما جيت أدور على سكن. أنت وش جاي تدور عليه أنت والشناط؟ فرقنا؟ أنا طال عمرك موظف في الوزارة. من العاصمة؟ نعم. بس أمورنا زينة يعني، ما علينا ملاحظات، كل شيء زين ولله الحمد، والمديرية ماشية يعني ما في شيء. أنا طال عمرك ترقيتي صدرت في هذه المديرية العامة، وجيت علشان أباشر عملي في هذه المديرية. موظف جديد في المديرية؟ وش جاي تسوي أنت والشناط؟ هدايا للزملاء يا حمد طال عمرك. يا حمد طال عمرك، ود شناطك ودور لك سكن وبعدين داوم. في أحد يداوم بشناط؟ أنا طال عمرك ما بعد أخذت سكن، وجيت علشان تعطوني بدل الترحيل عشان أسكن إذا أخذت بدل الترحيل. بدل الترحيل؟ كم قالوا لك بدل الترحيل؟ والله ما أدري يا طول العمر، بس الزملاء في الوزارة في العاصمة الشقيقة قالوا يعني مؤهلاتك بدل الترحيل حقك ما بين 5500 إلى 6000، 5500 إلى 6000. لا أظنها 6 علشان ذا الخشم. الله يسلمك، ما قصرت يا طول العمر. سم حقه واجب. الله يجزاك. يعني بوبليسك فوضى هي زيطة زنبليطة. بدل الترحيل يبي له إجراءات، يبي له أمور قانونية، أمور نظامية،
وين العقلية الإدارية؟ وين الذهن المتقد؟ وين ذا كله؟ تبي بدل الترحيل قبل ما تباشر؟ يا طول العمر انا طيب وش اسوي الحين؟ شو تسوي؟ إيه؟ تعال توسد رجيلتي لين ينتهي الدوام. ما عندنا شغل. وين تروح؟ وين؟ اماك تقول تعال توسد رجيلاتي الله يسلمك. وش ذا الحقنة ذا؟ سليمان صمت ظلمك. خذ ذي معك. لا. هي خذها معك. امشي شوي. خذها لو تحطه في عش الدجاج. سليمان ايش ناطر؟ طاش. اسمع خالد اسمع، يقول لك في واحد فتح صيدليه، جيت حرمه قالت عطني شيء يبيض الوجه، راح شرى لها ذبيحه. الحمد لله سخيفة مثل وجهي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع يا حبيبي، سلام. ان كانت معاملتك عند هالرجال فرح له، ان كان المعامله عندي تعال باكر. اسمع خالد. لا ما انا زميل عندكم في هالاداره الجديده وتوني جاي اتوظف عندكم من. ايه يا هلا هذا ما هذا وقتك استريح. ما شاء الله عليكم يا دمكم خفاف. سلامات عسى ما صار شيء بس. لا الحمد لله ما في شيء، سلامه من الله الحمد لله. اسفين ترى ما علمناك ان الكرسي مكسور. المسامحه. اسمع هذه قويه يا خال، قويه برا. يقول لك نمله سوت اشعه احترقت. اقول وانا خالك العمل الوظيفي يبي له انضباط، يبي له اهتمام، يبي له عقليه اداريه. اسمع خال هذه قويه. تو يقول لك واحد كروي شاف الصيني قال يحفظه شبعان النوم. قم انا خالك اثق في السيف. قم يلا حبيبي ان شاء الله. حسبي الله على امك. السلام عليكم ما شاء الله عليكم. يا هلا صبح بالخير. امري على هالفرافير من واحد للثاني. هلا حبيبي بسم الله عليك. سم انت تناظر بخشم كله بعيونك. لا شيل نظاراتك عشان تشوف. خلاص هذه شهر معامله انجزتها. بسم الله عليك. بسم الله عليكم ما شاء الله عليكم. طيب حبيبي راح اجلس استريح استريح لا توجعك رجلاتك. بسم الله عليك بسم الله عليك. عمري دلع. بسم الله عليك. والله من الملح. اقول ان شاء الله مرتاح معنا في هالاداره. اي مرتاح يا طول العمر، اي مرتاح يا طول العمر. وانا في ديره واهلي في ديره، وبدل الترحيل اللي ما طلعنا منه بشيء. الغربة يا طول العمر. لا تقعد تونون علي وتبتبات. متى ما توفر عندنا بند عطيناك. أعوذ بالله منك. هلا مكتب معالي الله يحفظه. متى؟ بسم الله. لما يواجه الأمة من تحديات جسيمة أنا جمعتكم اليوم. جمعتكم علشان نناقش موضوع زيارة معالي الوزير للمحافظة الله يحفظه. الوزير بيجينا بعد 4 أيام، وهنا لازم نستعد لمعاليه الله يحفظه بحفل خطابي وغدا. أنا يوم كلمت مكتب معالي الوزير قالوا لي إن الزيارة بتاخذ لها 2 ساعة. قلنا هالساعتين نستغلها ونسوي له غدا. بهالمناسبة أنا جمعتكم وبوزع عليكم المهام
وبها تنجز في وقت قياسي. ما نبي نتفشل عند معالي الوزير الله يحفظه وصحبه الكرام، تعرفون. فهمتوا؟ فهمنا. أول رأي أنا بسألكم وبقول وش رأيكم نحط على الغداء؟ أعرف لك مطعم قهوة يضبط القرصان والجريش وخاصة المثلوثة. وش مندي وش مثلوث تثلثلة إعظام العدو. أقول له وزير يقول لي مندي ومثلوثة. أحد عنده رأي ثاني؟ انا عندي الحق طال عمرك، صالونة ربيان ودهن بقر وهامور وقنبري ورز ابيض. نحن ببليسك انت شايفنا في الهافون ولا في ينبع وش غزه وصياديت وسمكه. انا اقول قعدان، وبجنب القعود نبي نحط مفاتيح، نبي نخلي القعود على راس الطاوله العاليه القوم، ثم المفاتيح والصدور نخليها للدهماء والرعاة. ولازم تنبهون على الطباخ يكثر من الكشنه، ترى الكشنه فر الزينه. وبالنسبه للسلطات والحلا اقول يا خال في هذه النكته اسمعها زينه. في بدوي دخله جني قال ما تطلع من عندي لين تقهوى. فاقول لكم لازم احنا ننبه على الطباخ يحط الكشنه. وبالنسبه للمخابز نبينا واحد يعرفنا مخابز تكون جيده، مخابز تليق بمعالي الوزير الله يحفظه. عارف لك مخبز تميس يحبه قلبك. نعنب بليسك وشو تميس؟ نبي نغدي الوزير فول، اقول لك معالي الوزير الله يحفظه تقول لي تميس. اسمع، نبي ننتدبك للرياض، نبيك تشوف احد المخابز الطيبه عشان الحلويات. زين اقول طال عمرك يعني ما شاء الله ولا اله الا الله، يعني ما دام الحين الحفل ان شاء الله اموركم كلها متسهله ومتيسره والفلوس موجوده والله يوفقكم ان شاء الله ويطمنكم باسمه ان شاء الله. اقول طال عمركم والله ما تسهلون اموري وترتمون لي بدل الترحيل عشان السكن والاشياء هذه. حنا الحين عندنا زيطه زنبليطه وانت في بدل الترحيل؟ ناقل انت من الرياض علشان تشغلنا. يا جماعه الحين بشوف موضوع الكراسي، وش رايكم بالكراسي؟ ما عندنا أي مشكلة من ناحية الكراسي، نتسلفها من المدارس المجاورة. أي مدارس الله يطول لي عمرك، أي مدارس؟ إذا مدارسنا غرفة المدير مجلس الرجال وغرفة المدرسين مقلط الرجال. لا شوفونا كراسي نستاجرها، ما نبي مدارس. هي ما يخالف الله يسلمك ويطول في عمرك، لكن البنود ما تسمح. وين الترشيد في الاستهلاك؟ هذه أمرها سهل. إلا بسألك كم عندك في بنود المكافآت وبنود الانتداب؟ البنود كلها كم عندك؟ كم باقي عندك؟ 125,000. الله يسلمك. خلاص وقفوا بند المكافآت اللي هو مو عندنا أساسا، وبند الانتدابات وخارج الدوام، كل البنود وقفوها وخذوا الفايل وودوه البند المناسبات والمصروفات العامة. وبيك تعتمد عندك ان سامي ولد اختي ينتدب للرياض 3 ايام عشان الكراسي ويومين عشان المخابز الحلا وملحلا. اعتمد. اسمع يا خال اسمع. يقول لك في واحد ياكل ملعقه طويله، ليش؟ عشان الدكتور قال له ابعد عن الرز قد ما فيك. يا جماعة عندنا صيانة يا جماعة. وش هالكلام يا أخي؟ عشان عندك صيانة معطل مشاغل الناس؟ يا ابن الحلال يابون يعطلون مصالح خلق الله ولا لقوا عذر. طيب يا أخوي وين المدير وحنا بنكلمه؟ المدير ما هو موجود وبعدين هذه تعليماته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا مدير ولا موظفين بعد. يا اخوان قلنا لكم عندنا صيانة. يا أخي أي صيانة يا أخي؟ عندنا معاملات يا أخي، مشونا يا أخي الله يرحم والديكم. ما تشوفون هاللوحة؟ اقرأ هاللوحة. بالنسبة للمدعوين لازم نجهز قائمة بأسماء المسؤولين وأعيان المحافظة. من تقترحون؟ المحافظ ومدير البلدية. صحيح، مدير البلدية مهم علشان العمارة لو صار علينا مخالفات ينفع يمشي بعض الأمور. قال سمحت لنا طال عمرك لا ننسى مدير المرور عشان يطلع الوضع كله يا سلام. واحد من جيراننا أنا مستحي منه كانكم تعطونه كرت. تعال طال عمرك تراك نسيت مدير المستشفى، ترى هذا رجال مهم وضروري. ومدير الفندق نعزمه بس فكنا من بدر الترحيل.
طيب طال عمرك، بالنسبة لاستعدادات الحفل وترتيب الفقرات ماذا سوف يتم تجاه ذلك؟ صحيح صحيح، احنا يبينا مقري صوته جيد، تلاوته جيدة. عندنا إمام المسجد. هي تكفى، اتفق معه وقل فيه مكافأة مجزية. وبالنسبة للحفل الخطابي أنا بألقي كلمة المديرية، ويبينا شاعر وقصيدة. رتبتوا الاستراحة، رتبتوا كلش، الكراسي، الأغراض، كل شيء مرتب؟ كل شيء يا طول العمر، كل شيء مجهز وكل شيء طيب. زين، ما نبي نتفشل مع الوزير الله يحفظه، ما نبي نتفشل، نبي كل شيء مرتب، كل شيء زين. وبعدين حفلنا باكر، نبي نسوي بروفة قبل جية معالي الوزير. أنا بصير العريف. أي عريف أنت وجهك فصل. حفل مذيع. صحيح. أعوذ بالله. السلام عليكم، ما شاء الله عليكم. سم؟ يقول السلام عليكم، ما شاء الله عليكم، لا اله الا الله. وانا ابو حسين. موجود بمكتبه. بمكتبه؟ احنا. ابو حسين. السلام عليكم. هلا ابو صقر، حيا وابقى. هلا ابو صقر، وشلون ام صقر وشلون العيال؟ عساهم طيبين. العيال كلهم طيبين ونحمد الله ونشكره، بس علي الملازم اني ما هقيتها منك يا ابو حسين. وش اللي ما هقيتها مني؟ تفضل استريح، تفضل يا هلا تحييه. هذه الساعة المباركة، يا هلا والله ومرحبا، حيا وابقى، يلا انت تسعدنا بشوفتك، يلا تحييه. الحين تدعون وجهاء البلد الحفلة حضرة الوزير ولا تدعوني؟ يا ابو صقر ان اسمك محطوط مع المدعوين، شوف الاسم، شوف اسمك محطوط معهم يا ابو صقر، بس اكيد السكرتارية اسقطوه. علي الملازيم اني اقول ابو حسين ما يسويها. لو نسويها مع الناس كلهم الا انت يا ابو صقر الله يسلمك. اقول ابو صقر وش سويت لي في الموضوع؟ كلمت الناس. ابشر بالخير يا رجال، حي الخير، علي الملازيم اني قايل لهم، بس اصبر شوي خلي عدوقة التمر تستوي. احرصنا يا ابو صقر، احرصنا، نبي الموضوع يتم، خلصونا من هالموضوع. ابشر بس عاد يا ابو حسين، ابشر. يلا يا خالد، الكلبات الخضر، واحد اللي واحد الوزير. حاضرين. صار على الميكروفون، صار عليه. انا الرجال يصلح بيجين هالحين. يلا خلصونا، عطونا شغلنا، خلصوا الشغل. اقول يا خال، سم يا خال، ترى تعبت وانا اجيب الكراسي والحلاب. انا ما قلت لك اكثر من مره لا تقول لي يا خال، وبعدين تكذب علي تقول تعبت. انا بتليفون واحد اتصل واجيب الكراسي والحلا. انا ما ارسلتك الا علشان امك قالت لي وصجتني تبي انتداب لك. طيب يا خال، تراني تكلفت في الانتداب، ابغاك تزيد الدرهم. خلاص بكلم مدير الماليه واخليه يزيد. تبي شيء؟ الله يسلمك. هلا ايش بلاك؟ ابد على خفيف، شلونك؟ ايش تبي؟ انا طال عمرك، بس شكلك يضحك وانت تطيح. لا تطيح. انت ما شفت روحك؟ الله يسلمك. تبي شيء؟ لا طال عمرك، بس انا بالنسبه للموضوع اللي انا كلمتك عنه طال عمرك، ماني بقايل بنت بدل الترحيل، ذا ماني بقايله. جزاك الله خير. بس انا طال عمرك الزل والكنبات هذه. ايه الزل، ترى نبي نفرش هالمنطقه كلها، نبي نزودها زل، فهمت؟ كل شيء طال عمرك. إيه. كل شيء. بس عندنا شغل الحين مع الوزير. لا طال عمرك اقول لك كل شيء موجود. خلصوا هذه، خلص وين الثاني؟ كلش طال عمرك موجود، بس هذه الزل وهذا ما لقيتهم في طير شلوى، فذهبت الى كل المحافظات المحيطه لكي اؤمن ما طلبه سعادة. وش تبي؟ الزبده، عطني الزبده، وش تبي؟ طال عمرك هذا كله بسيارتي الخاصه والبنزين، تعرف وانا ظروفي. عيب يا حمد، بنزيم، حنا نقول ترشيد استهلاك وانت تقول بنزيم، عيب عليك. محمد هذا هو بخليك الحين مذيع الحفل. انا غلط قدام الميكروفون. انا غلط. بسم الله عليك. يلا لا قص خشمك. يلا يا كداده يا شريطيه يا مدوره فضل الله، علي جاي وابن الحلال يفتح الباب. شو تسوي؟ الله يطول عمرك، اجرب البليه هذا. ها وشلون يشتغل؟ يا رهيب. سلام يا سلام، رهيب. خلينا نجربه معي الكلمه حقت اللي بلقيها. الو 1 2 الو، احتفالا بهذه الزياره الميمونه لفرع الوزاره. اقول الحين هذا مديرنا طال عمرك من صباح الله وهو ينفخ الو 1 ايش عنده؟ الظاهر انه يبي يغني. لا
سم تعال قدم فقرك. اذا خلصت انا تجي انت وتقدم الفقره ولا ترتبك. ها سم اقول معالي الوزير عن بدل الترحيل. هي بدل ترحيل انت وجهك، هي بدل ترحيل هذا وقته. طيب ذا وزير ذا وزير ما يقلش. طيب اقر انت عقبي. الوزير وينه فيه؟ الوزير بيصير في ذا، وذي نبي ننقلها في ذاك بس بروف. والآن جاء دور الشعر ليعبر عليكم عن فرحتنا بغلوبكم، يعبر عن فرحتنا بغلوبكم الليمون. والآن مع الشاعر فصيح وش اسمه ذا الفصل؟ إذا احفظها وتعال قلها أنت وهالخشم. وين حبيب؟ وين الشاعر؟ وينه؟ موجود في المدرسة، عنده حصص الحين، ويقول انه جاهزة القصيدة ومدرسته نتقة ويبي يجي على طول إذا جاء الوزير. وحتى قال في مطلعها وش قصيدته؟ أيها التاريخ سجل ان الوزير جانا في ذا. اقعد. المقري وينه؟ المقري وينه؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله، شغل مرتب ما شاء الله. وين الحلويات؟ الحين بتجي بس خايفين من الذبان يا اخي. شو اللي تجي من تدبينك للرياض علشان تجيب حلويات؟ الكراسي وجان، وين الحلويات؟ موجودة يا خال بس الذبان خبر يعني مو الحين. ما شاء الله الوزير تأخر، الله يحفظه ما شاء الله. عمري عيوني عمري هذا القعود. يا هذا القعود بيصلح مع الوزير الله يحفظه، بيصلح له. اقول يا خال لبيه اسمع والله قعدت البارح اكتب فيها بس بينبسط منها الوزير. امس الصباح بعد العصر حوالي نصف الليل ضحكت بحزن فرحان من ضيق صدري. صح لسانك انسمع الوزير بينقلنا عنده. يا امس العصر منتصف الليل. هذه قصيده. ها اقول شوف اذا جاء الوزير ترى انحسيت قصيت لسانك، فهمت وانا خالص؟ ان شاء الله. ما شاء الله لا استراحتي تبي تزدان بجية مع الوزير الله يحفظه. ما في شك يا خال. اقول لك شفتها صدور؟ خلي يجلس عليها الدهمائي والرعاع ان شاء الله. بس في سؤال، كم اجرتوا استراحتي على المديريه؟ 20,000. 20,000 بالليل؟ ها؟ وخليتها 25 وخذت 5,000. يا اجل علم امك ها؟ ان شاء الله. حلو شغل مرتب. يا وجيه انا تعال معي يبيك دقيقة. سم تعال اسمع هذه جديدة. يقول لك في واحد نزل حجز واحد في غرفة دائرية قال اقعد في الزاوية وطلك. سيارة هاي وش نوع السيارة وش نوعها؟ قلابي نعنو ببليسك الوزير يجي في قلابي. الوزير يبي له سيارات تبرق وكل سيارته وراها سيارة. انت شايف السيارة بخشمك ولا بعيونك؟ انا طال عمرك اسف لان بس ما شاء الله عليك فطين لا اله الا الله. فطين يلا يعني لا اله الا الله. راح ناظر وبرز وعلمنا. اقول طال عمرك عندي طلب صغير ما ادري وش صار على بدل الترحيل يا طول العمر. يا حمد مو بوقته، خلي الوزير يتهنى. بس يا طول العمر بس. عيني عليك بارده. بسم الله عليك ما شاء الله. اقول علي الملازيم الساعة 2:30 والوزير ما جاء. وش اسوي؟ يا رجال اتصل على شوف الرجال متعطل بالخط ولا منا اتصل. وزير يتعطل الحيل. السلام عليكم. انا ابو حسين مدير عام المديرية في محافظة طير شلوى. نبي نسأل عن معالي الوزير الله يحفظه تأخر علينا. سم بشر وجلت الزيارة. افرع
والخسائر هذه كلها. أقول خلوا العالم تفضل، وبالنسبة للدهمائي والرعاع قلطوهم على القعود نكاية بمعالي الوزير الله يحفظه ويخليه. فهمت؟ فهمنا. يقول لك في واحد شبيته قال والله ما طفوا الحريقه اللي يتقهون. اقلطوا يلا حيهم اقلطوا. الوزير ما هو بجاي علي الملازم تقلطون. يا مرحبا بكم من ملفاكم لا ملقاكم. يلا اقلطوا حيكم علي الملازم انكم تقلطون. يلا حيهم. الله حياكم الله. سموا بالرحمن يا رجل قولوا بسم الله سموا. يا اخي الله يهديهم بس هذولي بعض هالوزراء لا التزام في المواعيد ولا الله يهديهم. ما ادري طال عمرك يعني ايش صار على بدل الترحيل؟ خشمك هذا أبنتفه.